شغلانة النقل الذكي اعتمادك الأول والتاني والتالت والرابع والخامس على شريحة الاتصالات وعلى باقة الإنترنت. عفوا، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. انت مش هتعرف تشتغل من غير ما يكون في إنترنت، عشان كده بنقول لازم الواحد يبقى معاه خط واثنين وثلاثة وأربعة، وكل خط يبقى معاه رصيد. كلنا شفنا امبارح حريق سنترال رمسيس. طبعا سنترال رمسيس دوت يعني في يعتبر الكابلات العموميه بتاعت القاهره والجيزه وخطوط الفايبر. يعني في مناطق في نت امبارح ما كانش شغال، مثلا زي فودافون زي اورنج، وكان شغال في النت الارضي. مكالمات فودافون ما كانتش شغاله، اورنج ما كانتش شغاله، اتصالات كانت نص نص. وكنت انت تتصل بس ما تتصل بحد يقول لك ما الرقم مش موجود بالخدمه. فالاربع شبكات امبارح يعتبر في الاتصالات كانوا ضايقين. طيب بالنسبه لباقات النت، بالنسبه لوي امبارح كانت شغاله كويس جدا في الفور جي. يعني وي في باقه النت بتاعتها كانت شغاله حلو جدا. ملخص الكلام انك لازم يبقى معاك خط واثنين وثلاثه، ولازم تبقى مأمن نفسك، لان لو حصل اي دروب بشبكه وقعت من اي خط بتبدل لشريحه ثانيه. امبارح في ناس كتيره اتسوحت، في ناس يعني يومها وقف بسبب النت وبسبب المكالمات، في ناس اتضررت كتير جدا جدا جدا. مش بس احنا كبتوع مجال نقل الذكي، لا، في ناس غيرنا كتير، تحويلات محافظ، تحويلات بنوك، تحويلات انستا باي، كل ده امبارح حرفيا اتدمر بسبب حريق في السنترال. فخلي بالك، ده ملخص الكلام، انك لازم تبقى مأمن نفسك ومسيف نفسك بشريحه واثنين وثلاثه. سلام.